السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتكم، قناة شهد الكلام. في البداية عايز أقول لكم إن عندي قناة تانية عملتها جديدة اسمها دنيا ودين. محتواها كله ديني والحمد لله، شرح الآيات القرآن، مواقف من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم لأمور الدنيوية وأيضا لأمور الآخرة. طبعا أتمنى وأتشرف باشتراككم في القناة، هسيب لكم اللينك في التعليقات، ويا رب تعجبكم وأتشرف بكم إن شاء الله في القناة. وأشكركم جميعا 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 على كل مشترك عندي وكل واحد بيسيب لايك أو بيعمل مشاهدة. على راسي كلكم والله، وهفضل أشكركم طول عمري وجمايلكم عليا، وأنا بتشرف بيكم. وإن شاء الله قناتي أنا فتحتها وهسيب لكم اللينك، وانتوا اشتركوا وقولوا لي رأيكم برضو في المحتوى، وإن شاء الله بإذن الله تعجبكم يعني. كمان عايز أقول لكم إن في حكمة بتقول: اتقي شر الحليم إذا غضب. يعني بيفضل الشخص المظلوم ده بيفضل يتحمل 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 لحد ما الظالم بيفكر إن هو اللي على حق. يعني الظالم لما بيصبر كتير كتير كتير، الظالم لما بيضغط على المظلوم، والمظلوم بيفضل يستحمل ويسامح يسامح يسامح، الظالم بيفكر نفسه ان هو اللي على الحق، وان هو التاني خايف منه او ما يقدرش يعمل له حاجه او كذا. لكن لكل حاجه حدود. يعني المظلوم ده هيجي له وقت وينفجر، وقتها مش هيسيب حد، وقتها هيوقف كل واحد عند حده. ده غير عقوبة الظالم ده يوم القيامة يعني. لكن في الدنيا المظلوم هياخد حقه بطريقة وباتنين وبتلاتة، وهيبقى كله بالقانون. حتى لو بالقانون هياخد حقه، لأن ربنا سبحانه وتعالى ما بيرضاش الظلم. اتق الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.